حكاية قديس وشهيد، عارفين ليه بيُقال على السيد المسيح إن هو بكورة الراقدين؟ علشان السيد المسيح قام قيامة مختلفة عن باقي الناس اللي قامت من الموت. كل اللي قام من الموت قبل السيد المسيح كان حد أقامه، زي إيليا لما أقام ابن أرملة صرفة، وزي السيد المسيح لما أقام العازر، وبرضه أقام ابن أرملة نايين، وبرضه أقام ابنة يايروس. كان ده كله في حد هو اللي بيقومه، لكن السيد المسيح هو اللي قوم نفسه بذاته، محدش أقامه. أقام قيامة لا موت بعدها، هو الوحيد اللي أقام قيامة مفيش موت بعديها تاني. لكن كل اللي قاموا قبل كده قاموا من الموت ورجعوا بعد فترة من الزمن ماتوا تاني، لكن السيد المسيح هو الوحيد اللي ما ماتش تاني بعد القيامة بتاعته. والسيد المسيح قام بجسد ممجد، قام بجسد عادي لما قعد مع التلاميذ في مرة وأكل معاهم كمان سمك. السيد المسيح أقام قيامة حقيقية، قيامة مفيش اتكررت قبل كده ولا هتكرر بعد كده تاني، لأن يسوع المسيح هو اللي أقام بذاته وانتصر على الموت. ودي كانت معلومات نعرفها إن ليه السيد المسيح بيقال عنه بكورة الراقدين. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.